السلام عليكم. مبروك لكل الناس اللي جالها كمبيوتر ساينس، سواء كان حكومة أو خاصة أو أهلية. في الفيديو ده، يعني الفيديو ده مهم جدا جدا جدا. حاجات أنا داخل سنة رابعة، فحاجات لو كنت رجعت من سنة أولى كنت اهتميت بيها، حاجات اهتميت بيها بقى، وحاجات ما اهتمتش بيها. فالفيديو ده هيبقى شوية نقاط يعني عامة، مجملة عن الكلية يعني. حتى لو أنت لسه داخل الفيديو ده يعني مفيد ليك لو انت لسه داخل الكليه، او اوريدي انت في السنوات الاولى يعني. طيب، اول حاجه يعني اهلا بيك في الكليه اللي معتمده اعتماد كلي على العلاقات. بمعنى ان انت خليك في الكليه، ما تبقاش متوحد هنا، بمعنى ان انت وحيد، اللي هو بقى فكره بقى الدار مش داري ومش عارف ايه. لا، اغلبنا دلوقتي، حتى يعني في الزمن اللي احنا فيه ده دلوقتي، اغلبنا عايزين الكليه، اغلبنا كنا عايزين نخش الكليه يعني. فيعني خليك اتكلم مع الناس، اتعرف على الناس عادي جدا. مش بقولك ان انت تعمل بقى صحاب موت بقى، وان انتوا كده بقى وخلاص مش هتقدروا تعيشوا مع بعض. عايز تعمل صحاب زي كده مفيش اي مشكله، ولكن انا بكلمك على حته ان انت حتى تكون معروف على مستوى الدفعه بتاعتك، معروف على مستوى الدفعه اللي تحتيك، او مثلا معروف من المعيدين. اول لما تلاقي معيد كويس، امسك فيه ده اللي هو ايه، خليه يعرف اسمك، خليه يكون عارفك. الحاجات دي يعني بتنفع جامد يا جدعان، حتى في امتحانات العملي، في امتحانات ال الرايتنج يعني، وانت في الفاينل يعني. الحاجات دي بتفرق جدا. حتى الدكاتره، لو الدكتور برضو اللي هو يعرفك وكده وتبقى بتتكلم معاه، دي حاجه مفيده جدا برضو. الناس الجامده في يعني اول سنه مثلا، هتخلص اول سنه، فهتعرف الناس الجامده في الكليه، تتعرف عليهم، تاخد تبقى على بعض على اكونتات اللينكد ان، تعرفوا بعض. لو عرفت ان انت تاخدوا ارقام بعض يعني، وتتكلموا تمام، مفيش مشكله ان انت تبدا يعني. مش اللي هو بقى ما لهاش علاقه بالكاريزما، وما لهاش علاقه باي بالشخصيه، ما لهاش علاقه باي حاجه. لو هو الشخص كارف لك فخلاص ماشي، هو احنا يا عم ماشي خلاص. لكن لو الشخص محترم، واغلبهم بيبقوا محترمين، فلا. وكمان نقطه الاحترام دي، احترم نفسك الناس تحترمك. بلاش فكره انت بقى داخل كليه خلينا نقول كويسه، مجال كويس، هتشتغل بقى بعد كده في شركات كويسه، فخليك محترم، الناس هتحترمك. وبلاش تبقى يعني خلينا نقول اللي هو يعني سرسجي مثلا يعني. يعني اختار اي بقى كلمة انت ممكن تكون تيجي على بالك يعني. فاحترم نفسك، الناس تحترمك. طيب، تاني حاجة الانترن انا كواحد يعني، انا لسه داخل سنة رابعة اهو. فكنت فاكر ان انا عشان انزل انترن لازم يكون عندي تراك، او لازم يكون عندي مش عارف مهارات ايه، او عندي سكيلز ايه، او مش عارف ايه. كل ده ملوش اي لازمه لو انت عندك علاقات تنزلك. عشان كده الانترن في مصر يعني غالبا بيبقى بالريكومنديشن يعني. فلو انت عندك علاقات تنزلك انترن من اول سنه، اعمل كده. يعني اول سنه تنزل انترن، تاني سنه تنزل انترن، تالت سنه تنزل انترن، وهكذا. لان انت في سنه رابعه مش هتعرف بقى يعني، في اجازه رابعه اللي هو انت بقيت فريش، اتخرجت خلاص، مفيش بقى انترن اللي هو السمر انترنشيب والحاجات دي. فلو عندك علاقات، حتى لو انت ما اخترتش التراك بتاعك، وعندك علاقات ان انت تنزل في شركه او تنزل في حاجه، فانزل فيها، ما تستناش يعني. انا لسه اول انترن انزله في اللي هي الاجازه بتاع السنه الثالثه دي. ليه؟ لان انا كنت فاكر ان انا لازم اكون بقى في تراك وعندي مش عارف ايه، مفيش الكلام ده. لا، لو انت عندك علاقات انزل، ويعني خدها من باب ان انت برضو تستكشف، تشوف الناس دي بتشتغل ايه وبتعمل ايه. فممكن اصلا توفر على نفسك مجهود بقى في حته اللي هو بقى السؤال الازلي والسؤال الابدي في كمبيوتر ساينس، انا اخش تراك ايه وانا محتار اخش ايه. فممكن ابقى اعمل لكم فيديو انا ده يعني، لو عايزين في حته التراك يعني، وازاي تختار التراك وكده. طيب، يبقى احنا كده خلصنا حته الانترن. حته اللغه، ارجوك بص، انا مش عايز منك حاجه، عامل الفيديو ده ليك يعني، بتكلم معاك يعني، وفي حاجات عامه، ووزن الكلام هتلاقيه صح. الانجليزي، ارجوك اهتم بالانجليزي من اول سنه. ولو انت بتتفرج على الفيديو ده وانت تاني سنه او تالت سنه، اهتم بالانجليزي، ما تسيبش نفسك. لو انت خصوصا لو انت داخل سنه اولى، اهتم بالانجليزي من سنه اولى، وطور فيه. طيب، انا الانجليزي بتاعي حلو، انا كنت اي جي مثلا، او انا كنت لا، او انا عادي حكومه، بس انا كنت مهتم بالانجليزي وخدت كورس فيه مثلا، او ايا يكن يعني. خلاص، شوف لك لغه تانية واعملها. طول ما انت بتزود ده، دي حاجه كويسه جدا جدا في المجال. ولكن انا عايزك تحاول على قد ما تقدر تكون بيرفكت في الانجليزي، وانت معاك وقت. لو انت داخل سنه اولى، ارجوك ما تستناش لغايه سنه رابعه. بس كده حته اللغه كمان. طيب، حته ايه؟ طيب، الموضوع اللي بعد كده ان انت تساعد زمايلك هنا، بمعنى ان انت ما تبخلش عليهم بحاجه. صدقني، دي من اكتر الحاجات اللي انا شفتها كزياد، والناس التانية بتتكلمها في المجالات بتاع المجالات التانية يعني. ان انت كل ما بتدي معلومة لحد، صدقني ده بيكون احسن
ليك انت، بيرجع عليك لفضل، يعني بيرجع لك انت. فلو انت تعرف، لو انت شاطر في الرياضه مثلا وتعرف تسهل على زمايلك البتاع ده، اعمل كده. لو انت تعرف تساعدهم في assignments اعمل كده. لو انت تعرف تساعدهم في اي حاجه، تعمل فيديوهات مثلا، تعرف تعمل فيديوهات، تعرف تسجل، تعرف تمنتج، مش عارف ايه، فهتنزل فيديو يساعدهم في سؤال مثلا او حاجه الدفعه مش عارف تتعامل معاه، اعمل كده. صدقني ده يعني هيفيدك انت، يعني هيعود عليك كمان بالنفع. آه، يعني حاول ما تتبكس بس، يعني هو ده اختصارا يعني للحته دي، اللي هو حاول ما تتبكس. صدقني محدش هياخد رزقك، يعني لازم تكون مقتنع بده تماما، محدش هياخد رزقك. اللي يعني اللي مكتوب لك هتشوفه مكتوب. لو انت بقى من المهتم وعايز تطلع من الاوائل وكده، محدش يعني، لو انت مكتوب لك ده خلاص، يعني فاهم قصدي. فدي نقطه برضه. طيب، النقطة التانية اللي هو الكلية. بدل احنا اتكلمنا بقى على حتة ان انت من الاوائل وكده، لا الكلية، خلينا متفقين ان الكلية مش هتديك الحاجة اللي طالباها سوق العمل، او الحاجة اللي طالبه سوق العمل ده مش هيحصل. ولكن هي، طب هي مفيدة ايه؟ هي مفيدة كلوجيك. يعني انت لو خدت الكونتنت اللي هو في الجامعة، لان اغلب الدكاترة في مصر مش كويسين في الشرح. الدكتوراه بتاعتهم من زمان ومحدش فيهم بيطور نفسه، يعني لما تخش هتعرف ده. فلو انت خدت الكونتنت ده ودرسته مع نفسك، مين بقى، من ماس والجوريزمز وداتابيزز والحاجات دي، صدقني، و او اس والكمبيوتر اركتشر والحاجات دي، لو انت درستها كويس وعرفت تتعامل معاها كويس، فدي حاجة كويسة جدا كلوجيك، يعني مع الماس بقى ومع بقية الحاجات اللي موجودة في الكلية. طبعا انت لو عايز تبقى معيد، فخلاص بقى انت داخل اكاديميك، انت عايز اكاديميك، فخلاص بقى انت هتموت نفسك بقى في الدراسة وبتاع، وهتسيب التراكات على جنب. ولكن لو انت مش عايز تبقى معيد، فما تموتش نفسك في الدراسة، وحاول ان انت تموت نفسك، وان انت بقى ايه، تجيب اخرك كتك او تكنولوجي او التراك يعني بتاعك، يعني اللي انت اخترته. طيب، سوق العمل بيتبدل كل شوية، أو متطلباته بتكتر كل شوية. السوق ما بقاش زي الأول. يعني شفت بوست لباشمهندس محمد حماد، هو بيتكلم عن حتة إن السوق ما بقاش زي الأول. السوق مش محتاج المتوسط، حتى مش هقول لك الضعيف، مش هقول لك العادي، لا، لو السوق مش محتاج المتوسط، هو محتاج ان انت تكون جامد جدا 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 في اللي انت بتعمله. فوانت بتذاكر التراك بتاعك، حاول ان انت تفهم كل حاجه، ما تعديش حاجات كده، ما تبقاش بصمجي وانت بتذاكر التراك بتاعك، لا افهم كل حاجه، افهم الكونسبتس، ما تبقاش بتضبش، لا. لو انت في اول سنه برضو، احذر من المراكز اللي هم بتوع الكورسات. انا باخد كورس عادي، ولكن انا بقول لك اوزن الكلام، اوزن الكلام. برضه انا كنت عامل فيديو اصلا عن الموضوع ده عندي على التيك توك، لو تخش تشوفه بقى بالتفصيل. كنت برضه فيديو قصير برضه، يعني مش كبير. كنت بتكلم فيه على الحته دي، وازاي ان هم بيضحكوا عليك في الموضوع ده، والفيدباكس بيبقى اغلبها برضه بيبقى فيك. كنت عامل برضه فيديو عن الموضوع ده. ولكن اختصارا يعني، وازن الكلام، وقبل ما تخش تاخد كورس جوه، اسال حد تكون عارفه. يعني لو انت خلاص بقى مفيش اصلا حد، انت مش عارف اصلا خلاص حد خالص، ممكن تخش جروبات وتخش تختار حد وتخش تكلمه. ما تستناش مثلا فيدباكس من الصفحه بتاعت المكان، ما تستناش فيدباكس من الجروبات بتاعتهم، كومنتات الناس كاتباها، حتى لو كاتبين غلط او كاتبين صح، لا. خش الشخص ده مثلا، فتحت لقيت حد بيشتم، خش اساله هو انت بتعمل كده ليه. فتحت لقيت حد بيشكر، خش اساله هل فعلا حصل معاك كذا كذا كذا، وكده. يعني لو انت ما تعرفش حد، ولكن احسن انت تكون عارف حد جوه وتساله. الكونتنت كده كده موجود على النت، يعني اي حاجه تعرف تذاكرها عادي على اليوتيوب عادي. ولكن هي بس عشان ايه، متابعه مثلا، بيبقى في مينتور، بيبقى في انستراكتور، بيبقى في كده يعني assignments بقى وحاجات بتسلمها. ولكن في الاول خالص ما تاخدش كورسات. حاول ان انت تجرب وتشوف يعني. وانا برضو احاول باذن الله اعمل فيديو على حته التراك ده. بس ولو عندك اي سؤال سيبه في الكومنتات، وما تنساش تعمل فولو. وسلام.